تخيلوا معايا كلب بسيط من المغرب مشرد. حياته كانت كلها صعوبات، وفجأة تبدلت حياته بالصدفة بطريقة غريبة وغامضة. كلب عادي ما عندوش لا دار لا حد، ولكن طريقه تقاطع مع واحد السيدة الأجنبية، ومن هنا بدات واحدة من أغرب الحكايات اللي غادي تسمعوا عليها اليوم. الفيديو ديالنا فيه معلومات وحقائق صادمة على القصة، وغادي تشوفوا كل شيء بتفصيل. السلام عليكم، معكم طارت معزة في فيديو جديد. عرف لماذا تبعنا؟ أوه، ها هو. كان فقط يمشي بجانبنا. الجو كان شديد الحرارة والجفاف، لكنه جعل الرحلة ممتعة جدا. كلما وجد بركة ماء صغيرة كان يقفز إليها بفرح ويتمدد داخلها. هو أيضا صعب الإرضاء في الأكل، حتى أننا خصصنا رحلة لنشتري له خبزا وسردينا وجزرة، لكنه لم يأكل أي منها إلا عندما أعطيناه قطعة من الأومليت خاصتنا. هذا صديقنا الجديد اسمه تارا. عندما قطعنا 50 كيلومترا أدركنا أنه متعب جدا، وبما أنني طبيب بيطري نظرت إلى قدميه ووجدتهما متأذيتين، فارتجلنا حلا وألبسناه جواربي. كان يمشي بطريقة مضحكة بخطوات عالية، ثم حصل فيما بعد على حذاء صغير خاص به. بقي 30 كيلومترا للوصول إلى البلدة التالية، فتابع السير معنا. توقفنا نفكر ماذا سنفعل به، وفي اليوم التالي قدنا دراجة 20 كيلومترا إضافيا حتى وصلنا إلى مدينة أكبر، وهناك استأجرنا سيارة وأخذناه إلى مركز إنقاذ. كان الأمر صعبا جدا علينا عند تركه، فقد أصبح جزءا من حياتنا ولم يفارقنا لحظة، لذلك قررنا أن نتبناه. بعد 4 أشهر من الأوراق والإجراءات لعبور الحدود عدنا إلى المغرب لنأخذه، وكانت لحظة مؤثرة جدا عادت لنا كل ذكريات رحلتنا بالدراجة. بعدها سافرنا إلى أمستردام وركبنا 3 قطارات ثم عبارة إلى بريطانيا. اليوم أصبح تارا جزءا من حياتنا ويمنحنا الكثير من السعادة. قريبا سينتقل للعيش في النرويج، وأنا متحمس جدا ليلتقي بكل كلاب الآخرين. Oh my gosh! Oh my god! We were pretty upset leaving her. She just slotted into our lives and she wouldn't leave our sides. So it just kind of made sense to adopt her. She just brings a lot of happiness. She really just fits into our life. Yes. القصة بدات في الحوز في جبال الأطلس. 2 أجانب كيدوروا بالدراجات وسط الطرق الوعرة حتى صادفهم كلب مشرد. كلب هزيل بردان، ما عندوش لا دار لحد، ولكن عنده عينين كبار عامرين بالبراءة. بدا يجري وراهم، يبرك حداهم، وكأنه باغي يقول أنا لقيتكم ما تخليونيش. تخيلوا معايا، مشى معهم عشرات الكيلومترات، وحتى في الليل بقى نايم حداهم بحال واحد من العائلة. السيدة الأجنبية تأثرت به بزاف، ما قدرتش تخليه في هذا الحال. مشات عند البيطري، دارت ليه التلقيح والوراق وحتى الباسبور، وفي الاخير خدات الكلب معها لبلادها. واليوم الكلب عايش مدلل مرتاح داخل دارها بحال شي امير صغير، من تشرد في الاطلس الحياة المرفهة في امريكا. ولكن هنا فين كاين المشكل. شباب مغربي قاري وطامح كيتقاتل على الفيزا، كيدير الملفات، كيتسنى المواعيد، وكيسمع الجواب الشهير سير تنعيطوا لك. وفجأة كلب بلدي سبقهم كاملين للهجرة. ايوا واش هادي نكتة ولا واقع كيضحك ويبكي في نفس الوقت؟ يمكن الحل هو نوليو كاملين كلاب باش نعيشوا الزهر الأوروبي. ايوا دابا ندوزو للميمز، نشوفوا الميم الأول.
غرتي لا شرتي الحومة سبناهما سقسي ضادي وهو على بالو لا 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 لا. والثاني نصحكم كاملين عمرك تستسلم وكافح والله حتى غادي توصل وتسنى الفرصه ديالك نهار تجيك غتأنمها كيف درت انا. والثالث وحتى الرابع. فاهم شي خصك شي قاوري حنا ما بقيتيش كديها علينا هايدا كتخبع منا رجعتي كتزرع منا خصك شي دولة خصك فيزا الدنيا هانية. ومن بعد غادي نخليكم مع فيديو مؤثر ديال الكلب وهو عايش الحياة الجديدة في انجلترا مع واحد الاغنية زوينة. القصة صراحة زوينة حيت كلب تبدلات حياته، ولكن في نفس الوقت كتطرح بزاف ديال الاسئلة المؤلمة. علاش كلب قدر يعيش الحلم الاوروبي بسهولة والشباب باقي كيتسنى؟ علاش اوراق كلب داروا في اسابيع واوراق شاب كتشدها البيروقراطية بالسنين؟ واش خاصنا نكونوا كلاب باش نلقاو مستقبل؟ الله يعطينا كاملين الزهر بحال ديال هاد الكلب دوك بيس. ايوا الاخوان، واش القصه كتضحك ولا كتبكي؟ خليوا لي رايكم في الكومونتيرات، بارطاجيو الفيديو مع صحابكم ونشوفكم في المره الجايه. يا ظروف ولا راني في الغربة يا ظروف بعد